إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستنصره ونستغفره ونستلهمه الرشد في الرأي والصواب في الفكر والسداد في الذهن وجرأة في الكلمة الصالحة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وأكرمنا بخير نعمة فأتم لنا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن سيدنا وهادينا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الأمانة، نصح الأمة، كشف الغمة، جاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فتح الله به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع دربه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، أخ الإسلام، اتق الله أينما كنت وحيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن مع العسر يسرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أبتدئ حديثي مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم، بادئا ببسم الله الرحمن الرحيم، مستفتحا بالذي هو خير. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. نتطرق اليوم إلى موضوع خطير ومهم ابتلي به كثير من الناس، ووقع فيه كثير من الناس بالظلم، ألا وهو الظلم بالميراث. تظالم الناس فيما بينهم، وأكل بعضهم حقوق بعض بشأن المواريث، حتى اكتظت المحاكم بالدعاوى القضائية بين الإخوة والأخوات، وبين الأعمام وأبناء الإخوة، فكثر العقوق وتقطعت الأواصر وتقطعت الأرحام، وأصبح كثير من الناس من العائلة الواحدة لا يكلم بعضهم بعضا. فهذا الظلم
مفروض وواجب علينا إذا أردنا أن يمكننا الله عز وجل في الأرض أن نرفعه عن أنفسنا وأن يعطى كل ذي حق حقه. أيها الكرام، ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه لم يفصل لنا عدد ركعات الصلاة، لم يفصل لنا أحكام أهم وأعظم عبادة في الإسلام ألا وهي عبادة الصلاة، فلم يذكر لنا مفسداتها ولم يذكر أركانها ولا شروطها، وكذلك أحكام الصيام، وكذلك تفاصيل أحكام الزكاة. كل هذه العبادات العظيمة ترك مهمة تفصيل أحكامها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الميراث فصله رب العباد بنفسه تفصيلا في سورة النساء وفي آيات مشهورة عند علماء التفسير اسمها آيات المواريث، فأعطى الزوجة حقها والزوج حقه والأب والأم والابن والبنت والأخ والأخت، الإخوة الأشقاء والإخوة من أب والإخوة من أم، فصل كل ذلك تفصيلا دقيقا حتى لا يجتهد الناس فيه من تلقاء أنفسهم فيقعون في المحظور، حتى لا نوزع الميراث حسب العواطف وحسب الأهواء وحسب المحبة. رب العباد قسم الميراث بنفسه ولم يوكله إلى خلقه لأنه هو العادل، هو الذي يعطي كل ذي حق حقه. حتى الولد العاق يجب أن يأخذ من ميراث أبيه، حتى البنت العاقة لها حق في ميراث أبيها وأمها. فالميراث بحسب النسب وليس بحسب البر. عقوق الأبناء لأنفسهم وحسابهم على خالقهم. أما أنت أيها الأب فلا يحق لك ولا يحل لك أن تحرم ولدا من أولادك من الميراث، إن كان عاقا، إن كان غيره من أولادك مطيعا أكثر، فرب العباد هو الذي يثيب البار وهو الذي يعاقب العاق، وليس لك الحق أن تحرمه من حق شرعي فرضه الله عز وجل له في مالك أنت. بعض الناس ما زال يفكر بعقليته القديمة، هو لا يريد أن يورث الصهر. نحن بيت فلان لا نورث الصهر. يا أخي، من قال لك أن الصهر يرث منك؟ أنت تورث ابنتك ولا تورث صهرك. هل نقول لك حينما تورث ابنك أنك تورث كنتك زوجة ابنك؟ أنت تورث ابنك ولا تورث الكنة، وأنت تورث البنت ولا تورث الصهر، وهذا حق شرعي أعطاه الله عز وجل للذكر كما أعطاه للأنثى. ابنتك ولو كان زوجها من الأثرياء والأغنياء، ولو كانت هي من الأثرياء والأغنياء، لها في مالك حق شرعي يجب عليك أن تؤديه لها. بعض الآباء يقول مالي وأنا حر فيه. هذه أكذب عبارة نسمعها في هذا الزمان. مالي وأنا حر فيه.
مثل هذا الأخ كمثل الذي يقول جسمي وأنا حر فيه، جسدي وأنا حر فيه. حينما تنصحه أن يبتعد عما يضر بجسده من الدخان والأرذيلة يقول لك هذا جسدي وأنا حر فيه. لا يا أخي، هذا الجسد أمانة عندك، وسوف يحاسبك الله عن جسدك فيما أفنيته وفيما أبليته وفيما آذيته. لا يحق لشخص أن يقول جسدي وأنا حر فيه، عندي 10 أصابع تكفيني 8، أريد أن أقطع 2 وأكتفي ب8. هذا ليس حقا، هذا جسدك أمانة عندك. وكذلك المال، هذا المال هو مال الله عز وجل وأنت مؤتمن عليه، ويجب عليك أن تتصرف فيه ضمن الضوابط الشرعية. فلا يجوز لك على سبيل المثال أنت تريد أن توصي بجميع مالك بعد وفاتك لبناء مسجد. قلت له يا رب أحب أن أبني بيتا لك في الأرض، فكل ما أملك من مال ومن ثروة أوصيت به بعد وفاتك لبناء بيت من بيوت الله. اتفق أهل العلم أن هذه الوصية باطلة. يا رب أريد أن أبني بيتا لك، الله قال عن الوحي لرسوله صلى الله عليه وسلم 1/3 والثلث كثير. لا يجوز لك أن توصي إلا بحدود الثلث للجهات الخيرية التي تختارها، لأيتام، لأرامل، لبناء مساجد، لجمعيات خيرية. لا يجوز لك، الشرع منعك أن توصي بأكثر من ثلث مالك. الثلث هكذا قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا سعد حينما أراد أن يوصي بنصف ماله، قال له لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس يسألون الناس. إذن أنت لست حرا بالتصرف في مالك إلا ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية. شخص يريد أن يوصي لوارث، يقول بعد وفاتي هذه السيارة لولدي فلان، وهذا السطح لابن فلان، وهذا المخزن لبنتي فلانة، وهذه السيارة لفلانة. هذه الوصية لا تنفذ، وهي وصية باطلة ومحرمة. الأم التي تقول الذهب الذي أملكه بعد وفاتي لبنتي فلانة أو لبناتي، ولا تريد أن تعطي الذكور من هذا الذهب، هذه الوصية باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لا يصح لنا أن نجمع ما بين الوصية وما بين الميراث. لا وصية لوارث إلا إذا رضي جميع الورثة. حينما يموت المورث تنتقل جميع أملاكه إلى الورثة، ولا يحق، انتبه يا أخي، لا يحق لأحد أن يتصرف في هذا الميراث. أقول كلمة اشتهرت عني، حتى جوارب أبيك المثقوبة لا يجوز لك أن تتصرف بها. شيء
أنت ليس له قيمة عندك، قد يكون له قيمة ووزن عند غيرك. كل ما يتركه المورث، كل ما يتركه الميت، مهما قلت قيمته ملعقة أو سكين، ومهما عظمت قيمته سيارة أو شقة سكنية أو فرش بيت، هذا لا يجوز لأحد أن يتصرف به إلا بإذن جميع الورثة وبرضاهم. أحيانا الأم تشهر سلاح الغضب بوجه أولادها إذا أرادوا أن يبيعوا دار أبيهم ليأخذوا حقهم الشرعي. حق شرعي، رب العباد أعطى الحقوق الشرعية للأبناء، فتقوم الأم وتقول لأولادها بغضب عليكم إذا بتبيعوا هذا البيت، بدكم ترموني بالشارع، بدكم تزتوني آخر عمري بالشارع. يا أخي والله ما رأينا أحدا رمى أمه في الشارع في مجتمعنا، أنا ما رأيت. هم لا يضعون في ثقافة مجتمعنا، لا يضع أمه في دار العجزة، في دار السعادة. قد لا يكون خوفا من الله، على الأقل خوف من ألسنة الناس. فالله عز وجل أيتها الأم المكرمة، رب العباد أعطاك حقك من الميراث، هذا حقك. كان رب العباد قال للأولاد لا تقتسموا الميراث حتى يموت الأب والأم، ولكن ربنا ما قال لنا هذا. رب العباد الذي أوصانا بالأم هو الذي أعطى الأم حقها ونصيبها. رأيت في حياتي كثير من الأمهات تحتكر وحدها منزلا مساحته أكثر من 200 و300 متر في مناطق غالية الثمن في بلدنا، في مدينتنا، وحدها، وثمنه بالمليارات، وتهدد أولادها إن باعوه أنها سوف تغضب عليهم، لأنه بريستيجها الاجتماعي ما بيسمح لها أن تجلس إلا في هذا البيت وفي هذه المنطقة. وهناك بنات لها يقومون أو يقمن بشطف الدرج من أجل أن يعيشوا. وهناك من بناتها من تعمل عند بائع الخضار بالخضرة من أجل أن تعيش، وهي لو أعطيت حقها الشرعي فهي مليونيرة، هي غنية، هي ثرية. لا يجوز للأم أن تشهر سلاح الغضب بوجه أولادها وتمنعهم من الوصول إلى ميراث أبيهم، فهذا من الظلم الاجتماعي. لا يجوز أن نميز بين الأولاد في الهبات وفي العطايا. جاء النعمان بن البشير مع أبيه، اسمع إلى هذا الحديث أيها الحبيب. النعمان كان فتى مدللا عند أبيه البشير، فاصطحب البشير ولده النعمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إني نحلت ابن النعمان غلاما، يعني وهبت غلام. الغلام هو العبد، والعبد كان له قيمة مالية كما تقول اليوم وهبت ابني سيارة أو عقار.
إني نحلت ولدي النعمان غلاما وأحب أن أشهدك على ذلك، يعني حتى إخوته لا ينتزعوا منه هذا الأمر بعد وفاة الأب. يريد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. سأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك ولد غير النعمان؟ قال له: نعم، عندي ولد غير النعمان. هل وهبت أولادك كما وهبت النعمان؟ هل أعطيت لكل ولد من أولادك غلاما كما أعطيت النعمان؟ قال: لا يا رسول الله، لم أعطي إلا النعمان، هذا حبيب قلب النعمان، فضلته على بقية إخوته. فقال له عليه الصلاة والسلام: أشهد، اسمع يا من تقول مالي وأنا حر فيه. قال له عليه الصلاة والسلام: أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. أنا لا أشهد على ظلم، هذا ظلم. ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول النعمان: فعاد أبي فرد هبته. لما سمع هذا الزجر من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الظلم، خاف البشير على نفسه من الهلاك، فعاد فرد هبته من ولده النعمان. أيها الكرام الطيبون، أيها الآباء، إن الميراث الحقيقي الذي يجب أن نتركه بعد موتنا هم إخوة متحابون متآلفون. لا تكن سببا في زرع الضغينة والحقد بين أولادك فتميز في هذه العطايا وفي الهبات. واتق الله واعدل بين أولادك. وإن كنت أيها الأخ قد أكلت حق أختك بسبب ضعفها من الميراث وتماطلها، وكنت تستقوي بقاض مرتشن أو بمحام متلاعب، فاتق الله في نفسك. يوم القيامة لا يوجد هناك قاض مرتشن، قاض المحكمة رب العالمين، وليس هناك محام يدافع عنك. وقال لك عليه الصلاة والسلام: من اقتطع قيد شبر من أرض طوقه الله يوم القيامة إلى 7 أراضين. شبر من أرض، ليس شقة سكنية مساحتها 100 متر و200 متر، ليس دنومات وبساتين وأراضي. فلنتق الله في أنفسنا، ولنتق الله في أخواتنا وفي إخوتنا. كن صاحب حق وتكلم بالحق. واليوم يوجد مال ويوجد درهم ودينار، ولكن يوم الديان يوم القيامة التعامل بالحسنات والسيئات. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. اعمل ما شئت يا ابن آدم فإنك كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فكل منا يستغفر ربه.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع دربه إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب للعبد وسائله، اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم من أراد بهذه العباد والبلاد الخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم السوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم ما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعل عاقبته رشدا. اللهم وفق القائمين على هذا البلد لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.